النصر جاي يطوح واللي خايف يروح. النصر بيكسب الشباب 4-0 في مباراة كبيرة، مباراة كبيرة جدا جدا من جانب النصر. النصر بعد انضمام اوتافيو ولابورت الوضع اختلف على الارض، الفريق انسجم بشكل كبير، الفريق بيقدم مباريات جيدة جدا. النصر بيكسب المباراة الثانية على التوالي، النصر بيجي من تحت من بعيد بعد خسارة اول مباراتين وبيصبح في المركز السادس برصيد 6 نقاط. المفروض وضع النصر يبقى افضل من كده بكتير، ولكن البدايه السيئه فرقت مع النصر بشكل كبير. النصر زي ما بقول لكم اصبح في المركز السادس. مباراه كبيره من الدون، اسطوره كره القدم كريستيانو رونالدو بيحرز هدفين، الهدفين من ركلتين جزاء، جاب هدف تاني وتم الغائه. ولكن على مستوى المباراه وعلى مستوى الصناعه وعلى مستوى التحركات وعلى مستوى كل حاجه الراجل ده بيعمل كل حاجه. لعيب داخل في 39 سنه ما شاء الله، روح ومجهود ومردود في ارض الملعب ما بيعملوش لعيبه صغيره. اداء رائع جدا من كريستيانو رونالدو كالعاده، مدي طفره لفريق النصر، مدي روح جديده لفريق النصر، بيحفز اللعيبه. دايما الكاميرا تيجي عليه تلاقيه بيحفز اللعيبه وبيحمس وبيشجع اللعيبه. هدفين للاسطوره كريستيانو رونالدو، وبدا ساديو ماني يلمس مع الفريق، وبدا نشوف خطوره ساديو ماني اللي احنا عارفينه. ساديو ماني بدا يلعب كوره، بدا يتحرك كتير، بدا يروح من اليمين للشمال، بدا يتحرك بشكل كبير، جاب هدف من اسيست الاسطوره رونالدو، ثم هدف للمتالق وللعيب اللي ماشي بشكل جيد جدا وعامل جبهه يمنى رائعه جدا، سلطان الغنام، واحد من اللعيبه المهمه جدا جدا في كتيبه النصر. سلطان لعيب بيعمل تحركات هايله جدا ناحيه اليمين، بيعمل اوفرات كويسه جدا، بيتحرك بالكوره بشكل هايل، بيطلع بالكوره بتدرج بشكل كويس جدا، لعيب تحب تتفرج عليه بصراحه سلطان الغنام. وسط ملعب النصر زي ما بقول لكم، انضمام اوتافيو الامور استقرت بشكل كبير، مع دخول سيكو فوفانا بعد عودته من الاصابه. هيبقى وسط ملعب النصر بروزوفيتش وسيكو فوفانا واوتافيو، هيبقى الموضوع صعب جدا على اي فريق انه يلعب قدام الثلاثه دول، لانهم تقال جدا جدا. صراحه بروزوفيتش بيستمر في اداء الكره الشيك، الكره الحلوه، الكره السهله البسيطه، وبيعمل مجهود كويس جدا في ارض الملعب. فريق الشباب النهارده ما كانش موجود، بانيجا خد كارت احمر بشكل غريب جدا. ثم اللعيب الوحيد اللي كان ملمس الصراحه فريق الشباب وكان بيتحرك بشكل كويس وبيحاول يروح بيه كويلار اللي كان بيعافر ومجتهد بشكل كبير في مباراه النهارده من فريق الشباب. غير كده فريق الشباب لم ياتي الى المباراه، وفريق الشباب ما كانش موجود. يعني الشباب النهارده ما حضرش ارض المباراه. تالق اصدقاء الدون فريق النصر وقدروا يكسبوا المباراه بكل سهوله صراحه. خبرات كبيره في الملعب، قدرت تحسم الامور بشكل كبير، مواجهات قويه الفتره الجايه في الدوري السعودي. يعني النصر المباراه القادمه هيلاعب الحزم، برضو مباراه مش سهله، مباراه صعبه، كل المباريات صعبه جدا الفترات الجايه. زي ما بقول لكم الفرق الصغيره المفروض ان هي بتعافر بشكل كبير قدام الفرق الكبيره، ما شفناش ده النهارده من فريق الشباب. شفنا التعاون مثلا كسب النصر، وشفنا مباريات قويه جدا في حاجات كتير، الفرق بتكسب بالعافيه. يعني الاهلي المباراه قبل الماضيه كسب بالعافيه 1-0، الفرق بتقفل بشكل كبير. ولكن الشباب النهارده قدم مباراه صادمه لجمهوره الصراحه. النصر بيكسب وبيصعد للمركز السادس برصيد 6 نقاط في دوري روشان السعودي.